تعالوا يا جماعة بقى النهاردة نشوف مع بعض في مطبخ أم ياسين على قد الإيد أحسن طبق بطاطس وأخف طبق بطاطس على المعدة خالص وعلى القولون. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة في مطبخ أم ياسين على قد الإيد هنعمل غدوة بسيطة كده بقى. هنعمل بطاطس بالصدق، مش هتكلفك كتير ان شاء الله، وهقول لكم تكلفتها كام بالظبط. احنا اول ما قدينا النهارده جبنا كيلو بطاطس، هنظبطها بقى يا جماعه وهنقشرها. وجبنا الصدق بتاعنا، عايزه تجيبي نص صدق ربع صدق زي ما قدرتك خالص. وهجبنا بقى الطماطم، الطماطم بتاعتنا يجي اقل من ربع كيلو، 4 طماطمات بس، وبصلتين متوسطين. وقشرنا اهو يا جماعه البطاطس بتاعتنا. وهنحضر دلوقتي بقى البصل متوسط خالص عشان ما يكلفكيش وعشان ما تبقاش تقيله على المعده. هنحضر بقى يا جماعه الصينيه بتاعتنا كده، وهنقطع فيها بقى البطاطس طرنشات. البطاطس بتاعتنا احنا شطفناها كويس من بره، وهنبدأ بقى نقطع الطرنشات بتاعتنا، ولا تكون تخينة اوي ولا رفيعة اوي علشان تستحمل السوا، لان الصدوق ما بياخدش سوا كتير في الطبخ، بيستوي بسرعة. هنقطع البطاطس متوسطة. تمام يا جماعة، احنا قطعناها اهو قدامكم علشان تعرفوا الكمية كويس، علشان دي يدوبك هتكفي 4 أنفار أو 5 تنفار يا جماعة. التكلفة دي كلها ما تجيش ب50 جنيه. الصدوق بالبطاطس بالحاجات اللي معانا دي ان شاء الله، الصدوق لو كان مجمد هتعمل معاكي 50 جنيه. غسلنا بقى البطاطس، وهنبدأ نقطع البصل بقى طرنشات كده زي ما حضراتكم شايفين، طرنشات رفيعة. وهنبدأ بقى غسلنا الطماطم وغسلنا البصل، وهنبدأ في التقطيع كده الطماطم. واحنا يا جماعة هنا في مطبخ ام ياسين عايزين اقل حاجة عشان ما نكلفش ست البيت وتعمل غدوة كويسة وغدوة مش مكلفة. هنقطع الطماطم بقى يا جماعة حتت صغننة، مش هنفرمها، هنقطعها حتت صغيرة كده علشان تبقى خفيفة. وهناخد بقى حتت صغننة كده وهنخلصها. يا رب يكون عجبكم، ان شاء الله هيعجبكم الطبق بتاعنا النهارده. قطعنا البصل وجبنا ورق لوي وقطعنا الطماطم. هنقطع دلوقتي الصدوق، نقطعه حتت صغننه كده. اهم حاجه تشطفيه كده قبل ما تقطعيه، شطفه خفيفه خالص، وبعد كده نقطع. اهو يا جماعه حضرنا البصل وحضرنا الطماطم والصدوق والبطاطس بتاعتنا. هنحط بقى كل المكونات دي فوق بعض. حطينا الطماطم، وبعد كده الصدوق نفرطه كده بقى على الصينيه. وبعد كده هنضع بقى الهربانه دي هنقطعها تاني يا جماعة. وهنحط بقى البصل ان شاء الله كده، ونحط ورق اللوي مع فلفل مع ملح، عندك توابل حبة قرفة، تمام، يعني الحاجات الخفيفة دي عشان كمان تحلي طعم الطبق وتدي ريحة ونكهة جميلة. والصدق ما شاء الله كفاية هيظبط الدنيا. ولو عندك سمين ضاني او كده، بس احنا عايزينها خفيفة، حطيناها على النار ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. حطيناها على النار كده تاخد غلوتين كده. هي طبق البطاطس الايام دي بتستوي بسرعة، والصدق ما بياخدش سوا كتير. اهو يا جماعة كده، وكده هنقفل عليها والطبق اتحضر قدامكم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى على الرسول.
وهو الطبق بتاعنا بيكون عجبكم، وما تنسوش تدعموا قناة ام ياسين على قد الايد، واللايكات الكتير بقى والسبسكرايب، واحبكم في الله. ويا جماعة بصوا بقى الصوص التحفة ده، ولا الريحة والطعم جميلة جدا خطيرة. يا رب بقى تنال اعجابكم ان شاء الله. ممكن تاكليها مع طبق مكرونة بالوايت صوص، او ممكن تاكليها مكرونة عادية بيضة من غير حاجة خالص، وممكن تاكليها مع طبق رز، وممكن تقرفين عيش كده تمام، حبة مخلل كده بقى، فلفل والمخللات الجميلة بتاعتنا دي والليمون. بصوا يا جماعة الطبق كده مستوي تمام، ومتنسوش تدعموا القناة باللايكات الكتير والسبسكرايب. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.